السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو هذا في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب العلي العظيم. نهار جديد وبدايه جديده وفيديو جديد وتقضيه جديده اختي في السنه الجديده ان شاء الله ديال 2025. تخيل لكم الصحه وطول العمر ان شاء الله. فاختي بما انك كتشدي المصروف فمرحبا بك معايا في هذا الفيديو هذا اللي كله طاقه ايجابيه باذن الله نشاركه معكم. فمرحبا بكم ومرحبا كذلك بخواتاتي الجداد اللي اول مره غتشوف هذه القناه هذه. كنقول لك اختي الحبيبه مرحبا بك. نتمنى ديري دويره خفيفه معنا في القناه، واكيد الا عجبك المحتوى وباغا تستافدي كتشدي المصروف، بغيتي توفري، بغيتي تكفيك الميزانيه مع هاد الظروف ديال هاد الغلاء هذا، بغيتي تعرفي الطريقه ديال التقضيه بالرخاء باش هكذا تقضي على راحتك وتوفري من المصروف كذلك، فمرحبا بك معنا. فنتمنى غير تشتركوا وتفعلي الجرس. ومرحبا كذلك بخواتاتي المتتبعات الوفيات اللي قدامين معايا. نبداو الفيديو ديالنا بعدا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ندور اختي الفيديو، عفوا ندور البنات التليفون ونكمل معاكم. بالنسبه للبنات كما قلت لكم قبيله، هاد التقضيه هذه اول تقضيه في هاد السنه الجديده ان شاء الله. خديت الحامض البنات اللي كيوجدوا التحضيرات ديال رمضان ان شاء الله باذن الله. كتوجد اختي التحضيرات بالخصوص الحامض اللي كنحتاجوه بكميه كثيره، كنخدموا به المركزات ديال العواصر البنات كنحتاجوه في رمضان. فاللي غادي نقول لكم البنات دابا الخضيره مع السنه الجديده ولات اختي كتزاد واحد شويه في الاثمنه. المهم انا غادي نشارك معكم الثمن وغادي نقول لكم كلشي. هنا البنات جبت 4 كيلو ديال الحامض. هنا البنات جبت 4 كيلو ديال الحامض باش ان شاء الله ندير به المركز ديال الحامض. بالنسبه للثمن ديال الحامض 3 دراهم البنات. هذا الحامض باقي جديد وعامر بالماء. البنات اللي كيبغيو ياخذوا الحامض وتلقاها خيتي عامر بعصير يعني فيه الماء وباقي طري. شوفوا البنات اللي كتكون القشره ديالته رقيقه ماشي هذاك اللي قشرته غليظه، فهمتي؟ وهذا هذا اللي قشره رقيقه بحال هذه تلقاي اختي فيه الحامض. وحاولوا البنات خذوا الحامض اللي القشره ديالته طريه لان المركز راه كنحكوا به القشور. المهم بالنسبه للحامض البنات باقي شويه ناقص كما قلت لكم. راه اختي 3 دراهم باش سميتو الكيلو جبت هنا 4 ان شاء الله البنات على حسب باش نخدم بهم سميتو نخدم اختي به غير ندير به المركز البنات. هنا البنات خديت 1 كيلو ونص ديال خيزو اللي زوين، خيزو اللي طري باش ندير به حتى هو البنات المركز. راكم عارفين كما قلت لكم خيزو البنات ولا كيتزاد في الثمن، كان ب2 دراهم ونص، كاين ب3 دراهم، 4 دراهم. هذا البنات جبته ب4 دراهم على حسب المركز. راكم عارفين خيزو ديال العصير خصو يكون طري وفيه الماء ماشي داك اللي ناشف. هنا اختي جبت هنايا جبت البنات هنا 1.5 كيلو. هنا البنات جبت كذلك 1 كيلو ديال الدنجال. فبالنسبه للتقديه الدنجال خواتاتي العزاز حتى هو راه كيدير 5 دراهم، كيدير سميتو 6 دراهم. هذا البنات لقيت غير واحد السيد كيبرحو ب4 دراهم وانا ناخذ منه كيلو وشي حاجه. المهم راني عبر لي كيلو وشي حاجه باقي طري وجديد، ولكن راه كيدير 6 دراهم حتى ل 7 دراهم. انا خديت البنات ب4 دراهم باقي طري. غير سيد هكذا واحد خضر بوحدو اللي داير هاد الثمن مفرش فراشه في الارض. راكم عارفين الناس المساكن اللي كيفرشوا في الارض كيسترزقوهم الله كيبيعوا. كاين اللي كيبغي يتفك من الخضره ديالته باش يجيب وحده جديده. المهم خديت البنات هنايا كيلو شي حاجه. هنا خديت تقديه غتشوفوها البنات عندي كل مره كنجيب حاجه. كي كنقول لكم ديما كل تقديه ديال الاسبوع كتجر ليا التقديه ديال الاسبوع اخرى. علاش الا بغيتو البنات كيكون ميزانيه بالخصوص الاخوات اللي كيكون ميزانيه محدوده هكذا، فديما اختي حاولي اخيتي نهار تلقاي حاجه رخيصه استغلي الوقيته وجيبيها. البنات كنت بغيت نجيب الفلفله واخا راني جبتها داك المره وصايبتها معاكم في التحضيرات ديال رمضان، وبغيت نزيد منها حيت كنحتاجوها كثيره هكذا سميتو كنحتاجها بصراحه سميتو البنات في هكذا في الحشوات، ولكن لقيتها تزادت في الثمن. فلفله البنات 6 دراهم 7 دراهم، مع العلم انني كنت خديتها غير داك الاسبوع ب3 دراهم. علاش كنقول لكم راه اي حاجه
تنتظري سميتو الغلا ديالها. الحاجه اللي كتكون مطلوبه غير كيقربوا مناسبات ولا بنادم كياخذها بكميه كثيره بحال التحضيرات ديال رمضان. دابا كلشي كيوجدهم راه كيزيدوا فيها في الثمن. بربه طريه البنات، ها هي البربه. خديت هذه ديال العبر، ما خديتش الربطه، خديت البنات هذه ديال العبر باقا جديده طريه ب4 دراهم، ها هي زوينه. المهم على العموم خضيره البنات جديده، خديتها طريه هكذا. والثمن بالنسبه لي انا اللي خديت داك الاسبوع واحد شويه صافي. خديت هنا مطيشه كذلك البنات 2 كيلو، خديت مطيشه البنات 2 كيلو، مطيشه 3 دراهم. وغير باش تعرفوا البنات اللي غياخذوا مطيشه راه تزادت في الثمن. مطيشه كاينه ب5 دراهم، كاينه ب4 دراهم، هاد الصغيره اللي خديتها ب3 دراهم، وكاينه غير عند 2 ديال الخضره اللي كيبيعوها. ها هي اختي مطيشه اللي غتصايبي اختي في التحضيرات رمضان الحريره ان شاء الله. وكنبغيو البيتزات، واغلبيه الاسر المغربيه كيلتجئوا سميتو البيتزات، يعني كنديروا البيتزات لان كيبغيو من الوليدات الصغار وساهلين ودغيا كيوجدوا. اختي كتبغي فيهم مطيشه كثيره، فشنو قلت لكم البنات بان اي حاجه كل ما حيدتيها واستغليتي الوقيته درخه كترتاحي. اللي عندها الميزانيه محدوده، واحد الطريقه اللي كندير انا البنات، كنمشي للسوق كنتقدى كنلقى شي حاجه ناقصه في الثمن كنزيد كناخذ منها بالزايد، باش الاسبوع الماجي الا لقيتها زادت في الثمن ما كنجيبهاش صافي كتبقى عندي. الحامضه البنات دابا راه 3 دراهم، ولكن ها نتوما عقلوا غادي يزيد في الثمن حتى هو غادي يوصل حتى 5 دراهم 6 دراهم، وهو كنحتاجوه بزاف في رمضان. المهم هنا مطيشه البنات، ها هي دي خديت 2 كيلو. خديت هنا البنات لافوكا البنات، هنا راه خديت لافوكا سميتو كيلو وشي حاجه، وصايبت وحده كبيره خدمت بها. المهم هاد لافوكا راه خديتها البارحه البنات وخدمت بها، زوينه لذيذه باقا جديده. الثمن ديال لافوكا البنات كدير ب 13 درهم اللي هي 260 ريال. سمحوا لي ما كنهضرش بالريال كننسى. المهم لافوكا البنات ب 13 درهم وزوينه، خذوها البنات وديروها في الفريكو. انا البنات حتى البارح ماشي معولتش انا نتقدى، يعني ما درتش حسابها، مشينا على شي غرض داكشي علاش ما جبتش كميه كثيره، ولكن غادي نرجع ناخذها وباش نديرها في التحضيرات ديال رمضان. حتى هي البنات راه كتزاد في الثمن. عندكم الديسير، عندكم البنات الحامض، الفلفله، بحال لافوكا، بحال هاد المسائل راه في رمضان كيتزادوا في الثمن، فالانسان ياخذهم هكذا على اتساع. هنا البنات خديت هنا كذلك سميتو 1 الكيلو ربع ديال البنان حتى هو، وخديت هنا 1 الكيلو ديال التفاح، وخديت كذلك هنايا قزبر ومعدنوس. المهم خديت كل حاجه داكشي اللي خاصني خديته. بالنسبه للبنات البنان البنات خديته ب 8 دراهم، هذا 160 ريال، هي هذيك 8 دراهم 160 هو هذا. هنا البنات راه عبر لي انا 220 اللي هي 11 درهم، حيت زايد شي شويه، خديت كيلو وشي ربع بحال هكذا. بالنسبه للتفاح التفاح 6 دراهم، قزبر ومعدنوس درهم. فهذه هي الاثمنه البنات ديال السوق كما قلت لكم. بالنسبه للاثمنه شويه زايده على داك الاسبوع اللي فات البنات، بالنسبه غير التقضيه ولا كذلك حتى الخضره اللي سولت عليها. الفلفله البنات زايده، غير باش تعرفوا الخضره اللي تزادت. عندكم الفلفله زايده في الثمن، عندكم الخيار حتى هو تزايد في الثمن 7 دراهم 8 دراهم البنات الخيار، مع العلم كنت كنجيبو غير ب5 دراهم 6 دراهم. كذلك البنات كذلك شنو عاوتاني اللي زايد كنحاول نتفكر الاثمنه اللي سولت. هذه البنات هي التقديه اللي تقديت، كناخذ غير داكشي اللي خاصني اللي محتاجه اللي كنتقدى فقط. كما قلت لكم اسبوع كيكمل ليا تقريبا اسبوع في الخضيره. الحاجه اللي ما كنجيبهاش ولا اللي ما شتيوهاش معايا البنات راه كتكون عندي. فالخضره الانسان سميتو راه كتخسر ما كتصبرش، واحد ياخذ غير القياس وداكشي اللي غادي يحتاج هكذا في الاسبوع كامل. داكشي علاش البنات ما كنجيبش كلشي. راه تلقى عندي هنا بصله، باقي عندي بطاطا، باقي عندي البنات في التحضيرات ديال المجمد الخضيره، باقي عندي سميتو شويه ديال الخيار، باقي عندي هكذا الخضيره اللي غادي نحتاج. هادشي اللي غادي ما عنديش جبتو، وهذه هي التقديه ديالتي. اللهم لك الحمد. ديتي البنات جبت غير البنان اللي جبت، وجبت التفاح. الليمون باقي عندي الشبكه تما مكركبه كيهزوه خلاص. الليمون فين ما خرجنا ضروري كنجيبوه، راكم عارفين دابا وقتو الليمون وزوين هكذا كيبغيو الوليدات. صافي البنان البنات اللي جبت، وجبت معايا التفاح الله يرجع بركه كل مره ونحطو كما كنقولوا.
هنايا غادي نربط الخضيره هكذا سميتو في الشبكه، باش هكذا غادي نديرها سميتو في الثلاجه. المهم هنا الدجاج والبربره غادي نحيد ليها سميتو حتى دابا كنحيد ليها البنات سميتو هاد الورق باش هكذا ما كتعمر لياش الثلاجه وباش هكذا ما كترونش. بالنسبه للبربه حتى هي زوينه البنات في الشلاطه وزوين هكذا في العصير الا بغيتو ديروها حتى هي هكذا المركز كتجي زوينه البنات. بالنسبه للاخوات اللي كيعجبوهم الانواع ديال العواصر بحال هكذا في رمضان خذوها طريه البنات وديروها سميتو وخدموها هكذا سميتو مركز بحال الحامض كتجي زوينه حتى هي وكتبقى طريه زوينه كاع. تقدري ديريها مع الحامض، تقدري ديريها مع الليمون، تقدري تزيدي فيها واحد البنانه، تقدري تنسمي. وكل نهار برزقوا البنات وراه الاقتصاد ضروري كيبغي البنات فن، كيبغي واحد النظام، كيبغي الحداده، كيبغي الدراع. فاي وحده كتشد المصروف وباغا توفر ولا ما كتكفيكش الميزانيه ومع هاد الظروف ديال الغلاء البنات كيغلب عليك هاد الغلاء هذا، فديما حاولي هكذا الخضره غير تلقايها رخيصه استغلي الفرصه وخدي بزايد وهكذا باش كتمشي مع الشهر ديالك مقاده وما كتزيريش. صافي غنحيد عليه هاد الروينه من هنايا، نحيد كل حاجه البنات وغادي نربطها. الحمد لله البنات ماشي مع مصروف ديالنا بالنظام ديالنا بالقناعه حمد ربي وشاكرينه. مطيشه البنات ما خديتش كثيره. علاش ما خديتش كثيره؟ حيت بصراحه باغا نجيب البنات مطيشه ديال الحريره، بغيت هذيك ديال الحريره اللي كتكون حمراء وطايبه شي شويه باش كتجي زوينه في الصوص، غير كتصايبوا الصوص كتجي زوينه. هذه البنات اللي مازال قاصحه شي شويه جربتها ما كيكونش فيها واحد المذاق زوين، العكس هذيك ديال اللي كتكون حمراء وطايبه ماشي خاسره طايبه، يعني كتكون بحال اللي طايبه زايده في الطياب، هذيك هي اللي تاخذوها صايبوا بها الصوص كتجي واعره كاع بزاف. صافي هادشي اللي كيدخل فيه هي التقديه ديالتي ديال هذا النهار وغادي نشارك معكم. صايب ان شاء الله واحد طويجين هكذا بالخضيره هكذا، المهم طويجين عادي وصافي الوليدات هكذا بالخضيره باش ياكلوا شويه ديال الخضيره. واخا كما كنقول لكم كيف العاده انا وليداتي ما كياكلوش الخضره ولكن ضروري من الخضيره. البنات راني مقشراها بعداتك ها نتوما ما نشارك معكم كاع البنات سميتو التقديه اللي راني قشرتها وجدتها هكذا باش غادي نصايب معكم سميتو هاد الطويجين. عاد شاركت معكم التقديه. المهم هنايا صايبت الدجاج، عندي الدجاج. بالنسبه للثمن ديال الدجاج الاخوات اللي غيقولوا لي رشيده بشحال كيدير الدجاج، فالدجاج البنات راه ب 23 درهم، 23 درهم ونص اللي هي 470 ريال. 470 ريال البنات اللي غيسولوني المكناس راه 470 ريال اختي داير عندنا. ونتمنى تخليو لنا الاثمنه حتى نتوما الدجاج باقي طالع البنات، بغيت ناخذو بصراحه نديرو ستوك راه هو كنستهلكوه بكميه كثيره. كتستغلي الفخيدات الصدر كديري به كفيته، كديري به لادان، كديري به شحال من حاجه، فهو بصراحه كيبقى على العموم حسن من اللحم لانه هو اللحم غير كتنصبي به، ولكن الدجاج كتقدري ديريه بزاف ديال الحوايج. صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم هي دي سميتو خضيره قشرت هنا درت الدنجال، درت هنا بطاطا خيزو، غادي نجبد باقي عندي اللوبيا خضراء باقا عندي كما قلت لكم راه دايره التحضيرات البنات المسبقه، غادي نجبدها وغادي نصب بها وصافي ندير طاجين ديالي عادي وصافي. صافي البنات كما قلت لكم قشرت الخضره وقديتها باش هكذا ما يكفيني الوقت باش نرد غير الطاجين. راكم عارفين البنات نهار كتمشيو للسوق راه الوقت ما كيكونش والوقيته الغدا دغيا كتوصل، وبالخصوص اللي عندها الوليدات ديال المدرسه خصك دغيا تردي لهم الغدا. صافي هذه هي. المهم قلت راه نقشر الخضره باش هكذا نشارك معكم هكذا تقديه اللي الحمد لله البنات رخيصه وكل واحد وكل مدينه والثمن البنات اللي دايرين فيه. البنات اللي كيخليو التعاليق على الاثمنه، فالبنات اللي اكتشفت ان الاثمنه راه كتختلف من مدينه لمدينه، وكيف ديما كيف كنعرفوا راه المدن الكبار كيكونوا غاليين. اللي لاحظت طنجه عندكم طنجه واكادير دار بيضاء اليوسفيه بحال هاد المناطق هادو تطوان البنات عندهم الخضره غاليه تما واللحم غالي والدجاج. بحال نهار شاركت معكم التقديه ديال اللحم البنات قلتوا لي رشيده حنا عندنا اللحم 120 درهم، فهذاك البنات اللحم اللي شاركت معكم غير باش تعرفوا هذاك راه البقري ماشي الغنمي، البقري اختي
البقري اللي دايره البنات ديك الثمن. البنات واحد الطريقه ديالتي زوينه في الطاجين باش يجيك بنين. هو طاجين عادي اختي غير بخضيره ديال الناس ديال الشعب. ها نتوما فيه غير بطاطا خيزو، غادي نجبد سميتو اللوبيه والدنجال عادي، ولكن الطريقه باش كنصبو انا وكيجي معسل. غير هو كيبغي يطيب على بوطه مهيله. غادي نحاول ناخذ هذا البانيو هذا وناخذ اخيتي هنا العطريه. المهم انا غير الطريقه ديالتي بغيت نشاركها معكم. ها نتوما غادي ندير فيه واحد الكويس ديال الماء باش هاد العطريه هادي تذوب ليا، وغادي ندير فيه واحد شويه ديال الزيت. مهم عيني ميزاني وصافي البنات. غير كيطيب انا البنات راه غير كيطيب الطاجين حتى كنطفي عليه البوطه كنزيد له شويه زيت العود ماشي داوب. المهم حتى يطيب يوجد لينا. الثومه غادي نحك فيه الثومه هكذا، وغادي نزيد هاد الثالثه هادي، نزيد اختي شويه ديال الربيع. وهاد الطريقه البنات زوينه بقاو ديروها. غادي نلوح كلشي، غادي نحاول نقطع الخضره اللي بقات ليا. هذا البنات كنستفها، كنجيو كنستف هنايا بطاطا ونستف الخضيره كامله، وغادي نخوي داك المريقه ولا داك لاصوص اللي عندي هنايا. هكذا كتعطر لك الخضيره كامله وكتجي بنينه. وغادي نسقيها البنات بهاد العطريه اللي بقات ليا، وغادي نقص ليها البوطه ونخليها طيب مهيله. نزيد واحد شويه د الماء وصافي. خليه يتشحر البنات، وعاد غادي نقي اللوبيه ونزيد عليه اللوبيه.